هم ليه قالوا على مصر أم الدنيا؟ أنت تعرف إن من حوالي 400 سنة حصلت مجاعات في المغرب والجزائر، والآلاف هربوا ما لقيوش مكان آمن ليهم غير مصر. تعرف لما قامت الحرب الأهلية في لبنان ناس كتير هربت ما لقيتش مكان آمن ليها غير مصر. تعرف لما المسلمين اتطردوا من إسبانيا كانت أول وأأمن بلد تستقبلهم هي مصر. طيب تعرف اليونانيين في حربهم الأهلية والإيطاليين في الحرب العالمية الأولى والثانية هربوا من بلادهم ما لقيوش مكان فيه الأمان ليهم غير مصر. تعرف إن السيدة زينب حفيدة رسولنا الكريم لما هربت من العراق ما لقيتش مكان فيه الأمان غير مصر. طيب تعرف إخوات سيدنا يوسف لما هربوا من المجاعة ما لقيوش مكان فيه الخير والأمان ليهم غير مصر. تعرف إن السيدة مريم وسيدنا عيسى لما هربوا من ظلم الرومان ما لقيوش مكان فيه الأمن والأمان ليهم غير مصر. تعرف إن السودانيين من قديم الزمان بيهاجروا لمصر الأمان حتى الآن. حتى السوريين لما خرجوا من سوريا كان العدد الأكبر على الإطلاق من نصيب مصر وعايشين فيها كأنهم مصريين. عشان كده تقدر تقول بالدليل القاطع والواقع الملموس إن مصر هي فعلا أم الدنيا، وهتفضل بإذن الله خيمة عباد الله في الأرض حتى يأذن الله للدنيا بانتهاء. سلام عليكم.